السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة والسكر الزيادة على الناس الحلوة بزيادة. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا عايزة اقول لكم، انا هنا كنت بصبن هذه الرخامة عشان هعمل حاجة. هخبز عيش، تمام، وهوريهولكوا يعني. لكن طبعا عايزة اقول لكم ان احنا اتسرقنا. ازاي اتسرقنا؟ هقول لكم على كل شيء. اول كل شيء حبايبي الحلوين الغاليين المعسلين، حطوا لي فيديو لللايك. شفت خلاص نصرة يا ولاد، هنجت. حطوا لايك للفيديو وشاركوا في القناة وادعوا لنا دعوة حلوة كده، ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنا شياطين الانس والجن، ويبعد عنكم، يبعد عن كل انسان بيتقي الله وما ما بيأذيش حد وما بيظلمش حد. ربنا سبحانه وتعالى يكفينا ويكفيكم شر المرض وشر المستخبي، ويكفينا ويكفيكم شر شياطين الإنس والجن، اللهم آمين يا رب العالمين. كتير كتير الواحد بيقول يعني كنت في شغل زمان عند ناس كده، وكان دايما جوز الست دي، طبعا هو توفاه الله، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له. المهم بس كان بيقول لي ايه، هقول لكم كان بيقول لي ايه، وهقول لكم ايه السرقه اللي تمت. وزي ما انتم شايفين كده، ده يا جماعه عيش الحبه الكامله. عيش الحبة الكاملة. بالمناسبة أنا متوفر عندي الدقيق الحبة الكاملة الأصلي بكام يا نصرة؟ ب37 جنيه. تمام، ب37 جنيه متوفر عندي، لأن أنا جبت دقيق من أكتر من مكان، في اللي مضروب وفي اللي مغشوش وفي مش كله، لكن بفضل الله بفضل الله عرفت حد بيبيع دقيق كويس جدا، أصلي. ولو حد عايز يا حبايبي يقول لي، وجزاكم الله كل خير. المهم هقول لكم، طبعا انا كنت عاجنه العجينه ديت، حطيت شويه زيت، حطوا زيت، زبده، سمنه، اي حاجه، ما تحطوش براحتكم. وكان عندي بتاع نص كوبايه لبن كده، على شويه ميه، على شويه خميره، شويه سكر، بس مفيش اكتر من كده. تمام. طبعا ممكن بميه من غير لبن، ولا مش شرط يعني. تمام. وخمرتها وسريعه. والجميل في العجينه دي يا جماعه، اول حاجه انها مفيده جدا، وتحس ان انت مهما تاكلي من العيش ده، هو طبعا بيلكم وبيشبع، ان انت ما تحسيش بالذنب. يعني انت دايما لما تاكلي العيش الابيض ده في مشاكل كتير، خاصه للناس اللي في سني يعني. ولكن العيش ده جميل جدا وطعمه حلو كده وكل الخير فيه. تمام. في الردة وفي في كل محتوياته، يا دوبك هو انطحن، اتحط غلة في المكنة، انطحنت هو بس كده. فبجد حلو يعني، وسهل، وما مش بتقعدي كتير تعجني فيه يعني. ممكن ما تعجنوش، تعمليه كده بمعلقة بأي حاجة يعني، الموضوع سهل يعني. تمام. المهم، اللهم صل وسلم بارك عليك يا سيدنا النبي. عايزه اقول لكم اتسرقنا ازاي. انا كنت بوريكم العيش، انا خمرته اهو، عملته فينو زي ما انتم شايفينه. حلو والله، تنفع مطلع اغنيه، عملته فينو زي ما انتم شايفينه. طبعا بشكر الناس، في اكتر من حد بيخش لي يقول لي يا نصر عامله ايه. والله نحمد ربنا على كل شيء، كل شيء خير ونعمه، ونحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. كله فضل وعدل من ربنا. ايه يا نصر، ما تخديش الناس يما كده بقى، ايه ده؟ شوية تعبانة، شوية سليمة، شوية بشتغل، شوية قاعدة. يعني الحمد لله، نحمد ربنا على كل شيء. اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين. ادعوا لنا بس ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنا شر شياطين الانس والجن، ويشفي بنتي ويهدي احفادي ويهدي اولاد المسلمين وبنات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. المهم، شحنا نت، طبعا شحنا نت. لقينا كمان علينا فلوس من التليفون الارضي دفعناها، انا جزء، وفاء دفعت جزء، وانا دفعت جزء. وجبنا النت. قعد يوم واحد وتاني يوم بصينا لقينا النت مفيش. يا جماعة في ايه؟ طب في عطل، طب في مش عارفة ايه، طب في مدرك ايه. هنا بقى انا كنت عملته. طبعا يا جماعة العيش ده مش بيبقى طري قوي، طري بس يعني مش اللي هو زي التاني اللي منزوع منه كل حاجة. تمام. لكن هو طعمه جميل جدا، ولو بات ما بيفرولش وزي الفل. وممكن تعملوا كمية وتحتفظوا بيه في الفريزر، وسهل وسريع يعني ما بياخدش وقت في الفرن، بتاع 12 دقيقة. تمام. وعجنه ما بياخدش وقت، والتخمير ما بياخدش وقت، بجد ممتاز، جربوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. المهم،
زي ما بقول لكم كده، بنبص طب يعني ايه في سلك بايظ، في حاجه، في بتاع. المهم اتصلنا بالشركه، وبعد كده قالوا لنا دي المشكله في المنطقه كلها. اكتشفنا ان الكابينه بتاعه الشبكه بتاعه النت دي اتسرقت. والله زي ما بقول لكم كده اتسرقت. قعد يومين ونص، وتقريبا لسه جاي النهارده. فصعب جدا. كمان بنتي قالت لي ان سرقوا قبل كده التقاله بتاعه الاسانسير. ازاي بيعرفوا يسرقوا ويفكوا ازاي، رغم ان دي عماره فيها بواب، يعني فيها عيله البوابين، عيله البواب كلها، يعني مرات الراجل وعيال الراجل والراجل ذات نفسه. ازاي حد يجي يعني فاهميني؟ يعني ازاي حد يخش العماره ويفك ويسرق؟ مش طبيعي. وخاصه اكتر من حد بيقولك العمارة دي بالذات كل شوية تسرق منها حاجة. عايزة اقول لكم ان السنة اللي فاتت، مش عارفة السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، حفيدي كان جايب جزمة وفرحان بيها، والله فرحان بيها وجايبها ونزل صلى بيها صلاة العيد وقلعها على الباب، وجينا ندور عليها ما لقناهاش. الحرامي او معرفش مين سرق، دخل لم الجزم كلها، وكانت الجزم جديدة وسرقها. يعني حاجة بجد تحزن. والواد كان فرحان بالجزمة، والجزمة ما كانتش رخيصة. هي مش غالية بس ما كانتش رخيصة يعني. وخاصة يا دوبك يعني هو لبسها لبسها ساعة ولا نص ساعة. تخيلوا، والله العظيم حاجة بجد تحرق الدم. فمش عارفين يعني ايه حكاية السرقة. عندنا هنا في البيت داك النهار سرقوا، لقينا الباب بنحط فيه المفتاح، ما فيش مفتاح مهوي. هنا طبعا كنت بغسل مواعين وبغسل الصواني مطرح شوية العيش اللي عملتهم ليهم يعني، لأحفادي وبنتي. وليا طبعا انا اكيد زلطت منه اكتر من رغيف يعني. فكنت بقى لما قلت يا بنتي يا نصرة لمي شوية المواعين واغسليهم وبس، والحمد لله. وهنروق المطبخ، والكاتل بتاع الشاي هلمعه معاكم كده بالمناسبة الكاتل ده كان بتاعي، فبتاع ام ادم اتحرق فاديتها ده. كان لسه بشوكو استعملته يجي 3 4 مرات. والفرن اللي الصغير انتوا شايفينه ده اللي بيسخن العيش ده برضو كان عندي، اديته لها. ليه؟ لاني لوحدي فما بستعملهوش. انا لما بسخن عيش اقول لك احط معلومه جديده دي، مش عارفه الناس عارفاها كلها ولا لا. احطه بيبقى احسن 1000 مرة من الفرن. في الطاسة، احط الطاسة واحط رغيف العيش فيها واغطيه، بيطلع مقرمش وطري وجميل زي ما يكون لسه جايباه من الفرن، واجمل والله العظيم. حتى لو عايزه تسيحي جبنه برضو حط الجبنه في العيش وحطها في الطاسه وغطي عليه، هيطلع حاجه عالميه. عالميه عالميه نصره. تمام. المهم زي ما بقول لكم كده، جينا برضو في البيت، لقينا ايه والباب ماله في ايه؟ برضو حد سرق القلب او سرق البتاع بتاع الباب عندنا، بتاع البيت اللي انا ساكنه فيه في المنيب. فاحنا مش عارفين اخرة السرقة دي. بس وكفاية لا، وسرقوا داك النهار برضو كابينة اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي، كابينة الكابينة بتاعة النت برضو سرقوها من عندنا. برضو قعدنا كذا يوم، ايه يا جماعة في ايه؟ قالوا لك سرقوا مش قادرة افهم، هو الناس بقت بشعة عليه كده؟ ايه كمية السرقة دي؟ واي حاجة يسرقوها، مش سايبين حاجة. ومين اللي بيسرق الحاجات دي؟ يعني مين اللي يجيله قلب يفك ويسرق ويعمل مش قادرة اتخيل يعني. بس الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى بقى يكرم الجميع ويكفينا شر المرض ويكفينا شر المستخبي ويسترها معاكم دنيا واخرة، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كنت هقول ايه. هنا بقى كان الكاتل ده الكاتل ده ماركة مش عارفة مش عارفة اسمه ايه، بس هو ماركة. انا عايزة اقول لكم ان انا جايباه من كذا سنة، جايباه تقريبا معدي 500 جنيه. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. فيوم ما جه الكاتل عند ام ادم اتحرق، قلت لها خلاص يا بنت خدي ده، لاني انا بقول لكم قولوا لي اسمه ايه، مش عارفة بصراحة. خديه، انا كده كده ما بستعملوش، لان جبته عجبني شكله وقلت استعمله. فلقيت ان هو انا لوحدي، وكل فين وفين لما اعمل كوباية شاي.
قلت هي اولى بيه، هي وعيالها يعملوا حاجة سخنة، يعملوا معرفش ايه. يعني الواحد دايما يجيب الحاجة ويحس، مش عارفة، يحس ان ممكن غيره يستفيد بيها اكتر، فادها لها. بس والفرن ده اخر هو خفيف بس بيسخن العيش ما شاء الله يعني. برضو قعد عندي على قد ما قعد، ما كنتش بستعمله. قلت لها خدي يا وفاء بقى، ملوش لازمه. خدي يا بنتي سخنوا العيش، لان الميكروويف بتاعها من زمان كان عندها ميكروويف اتحرق. بعد كده لفيته قعدت 3 4 شهور واتحرق. قلت لها لا بقى يعني بعيد، ما ملوش لازمه. قالت لي لا يا ماما ده هلفه تاني. يا بنتي هتصرفي عليه؟ ما على فكرة لما الميكروويف بيتحرق ويبوظ خلاص يعني، هو مش ماركة يعني. قلت لها خسارة فيه الفلوس. قالت لي لا هشيله لحد ربنا ما يفرجها ابقى اعمله. قلت لها خلاص ما دام هو الميكروويف طبعا ده مش هي يعني، الفرن ده كلام فاضي، حاجة خفيفة كده بس سخني فيها شوية عيش وبتاع. الميكروويف طبعا حاجة اهم بس هو مش ماركة يعني. ولكن هو صعبت عليا بقى لما قالت لي ركنته وبتاع ومش عارفين سخن العيش. قلت لها خدي يا وفاء كده كده مركون عندي. و يلا حبايبي اشوفكم على خير، السلام عليكم.